خوت اخيرا سالت البطوله الوطنيه في الشطر ديالها الاول، واللي سال بطل الخريف هما فريق العساكر او مانشستر سيتي. البطوله الوطنيه فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي اليوم قدر انه يسالي البطوله او الشطر اول البطوله هو الاول بالرجوله. فريق جد متكامل، فريق كيقدم واحد الكره هربانه. اليوم ما كاين ما ولكن الا كان شي فريق نموذجي في البطوله الوطنيه اللي كيقدم مستوى عالي وايقاع سريع ومستوى هجومي فهو فريق الجيش الملكي. اليوم نقدروا نقولوا على ان جميع الانديه المغربيه فخاصه هي ولات مجبره باش انها تهز المستوى وتهز الريتم وتولي تلعب بحال فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي في جميع المقابلات ديالو بدون استثناء كان كيلعب بطريقه هجوميه، وكان الاستحواذ على الكره دائما كيكون هو اللي كيتسيدو. اخر مقابله كانت في الديربي او الديربي الرباطي بينه وبين الفتح الرباطي اليوم، واللي سالات بربعه الاهداف الهدف. 3 الاهداف سجلهم السوبر ايغامان، مهاجم في الحقيقه في مستوى عالي كيقدم واحد الكره نقيه وبالرجوله كيفكرنا في المهاجمين ديال اوروبا. انا كنتوقع لي بان اللاعب ايغامان حمزه ايغامان ما غاديش يبقى في البطوله الوطنيه وغالبا غيمشي للدوريات الاوروبيه. اما الهدف الرابع كان من الصناعه ديال او من تسجيل ديال حريمات. يا سلام، في الحقيقه حريمات اللي كانت عنده بلاصه ديالو واضحه وباينه بالمنتخب المغربي، واللي كان المفروض انه يكون يرافق البعثه الى كأس افريقيا، الا انه في نهايه المطاف كنلاحظوا انه لم يتم الاستدعاء ديالو، ولكنه استطاع انه يبصم على واحد المستوى عالي جدا وقدم كره رفيعه رفقه فريق الجيش الملكي. اليوم فريق الجيش الملكي بالاضافه الى فريق الرجاء البيضاوي بواحد الشكل شويه حتى هو كيقدم واحد المقابلات اللي هي في المستوى. اليوم نقدروا نقولوا على ان البطوله الوطنيه ما غاديش تخرج على جوج ديال الانديه ما بين الرجاء البيضاوي وما بين الجيش الملكي، بحيث انهم تقسمت الكوكبه الى كوكبتين واستطاعوا انهم يهربوا على الكوكبه الثانيه ب7 ديال النقاط على فريق بركان وب9 النقاط على فريق الوداد البيضاوي، علما ان فريق الوداد مازال عنده مقابله ناقصه. خوتي وصلنا لنهايه لا فيديو، ما تنساوش لايك وتسجلوا معنا في القناه ديالنا.